كان هناك ولد اسمه أحمد، الذي كان متحمساً جداً لزيارة حديقة الحيوان. في صباح يوم مشمس، ارتدى أحمد ملابسه المفضلة، وذهب مع عائلته إلى الحديقة. بمجرد وصولهم، شعر أحمد بالدهشة لرؤية الحيوانات المختلفة. أول حيوان رآه كان الأسد، الذي كان يجلس بفخر في قفصه. قال أحمد: هذا هو لاين. ثم انتقل إلى قفص الزرافات، حيث أشار إلى واحدة منها قائلاً: وهذه هي جراف. استمر في التعرف على الحيوانات مثل الفيل elephant، والقرود monkeys، والطيور الملونة colorful birds. أثناء تدوله في الحديقة، قابل أحمد بعض الأصدقاء من المدرسة. كانوا جميعاً متحمسين لرؤية الحيوانات معاً. قرروا التقاط بعض الصور معاً، حيث وقفوا أمام قفص البطاريق penguins، وضحكوا كثيراً. أحمد تعلم الكثير عن الحيوانات خلال زيارته. كان هناك عرض لتغذية القرود، حيث حصل على فرصة لإطعامهم. كانت تجربة رائعة، حيث كانت القرود تأخذ الطعام من يده وتلعب حوله. قضى أحمد وقتاً ممتعاً في الحديقة، واستمتع بكل لحظة. تعلم الكثير من الأشياء الممتعة عن الحيوانات، وأصبح لديه رغبة قوية في تكرار هذه التجربة الرائعة مرة أخرى. في طريق العودة إلى المنزل، كان يتحدث excitedly عن كل ما رآه وتعلمه، متمنياً أن يعود إلى حديقة الحيوان قريباً.